أهلا بيكم في حكاية جديدة من الماضي. بتبدأ حكايتنا في قلب لندن وتحديدا جوا بيت ويندي، وأول ما بندخل بنشوف الست دي اللي اسمها ماري، ودي بتكون مرات السيد جورج. وكانت بتجهز نفسها علشان خارجة هي وجوزها رايحين حفلة. بس الأجواء ما كانتش رايقة خالص، لأن جورج كان قايد نار ومتعصب لدرجة الجنون علشان مش لاقي الزراير الذهبي بتاعة القميص. وعلى الجانب الآخر بنروح لأولادهم جون ومايكل، واللي بيكونوا مقطعين بعض لعب بالسيوف. وجون كان مسمي نفسه الكابتن هوك، ودي بقى شخصية أسطورية شريرة. ومايكل كان مسمي نفسه بيتر بان، ودي برضه شخصية أسطورية بس على عكس هوك كان طيب وبيساعد الناس. ووقتها لما كانوا بيلعبوا بنعرف من كلامهم إن بيتر مان قطع إيد الكابتن هوك، والكابتن هوك من يومها بيطارده وعايز ينتقم منه. وبعدها بشوية بتدخل عليهم أختهم الكبيرة واللي بيكون اسمها ويندي، وويندي كانت بتحبهم جدا وبتنفذ لهم كل طلباتهم. وكانت هي كمان بتحب بيتر بان جدا وبتحكي لاخواتها دايما عنه. وويندي من كتر ما بتحب الشخصية دي كان نفسها تقابلها. وغير كل ده كانت بتتعامل مع اخواتها الصغيرين كأنهم أولادها. وكمان كان عندهم كلبة اسمها نانا، ودي بقى كانت تعتبر الدادة بتاعتهم. وبعد شوية لعب باباهم جورج بيدخل عليهم الأوضة علشان كان لسه بيدور على زراير القميص بتاعه. فساعتها جون بيسأل مايكل على الزراير اللي كان مخبيها، فمايكل بيقول له إنه نسي مكانها ومش عارف هو كان بيلعب بيهم فين. بس جورج وهو بيدور بيكتشف إن لياقة القميص بتاعه أولاده راسمين عليها. فساعتها بيتعصب جدا عليهم وكمان بينادي على ويندي وبيتهمها إن هي السبب في شقاوة الأطفال دول. ولما ويندي اعترضت وردت عليه اتعصب أكتر وقرر كمان إنه يعاقبها، وبيقول لها من النهاردة هتنامي في أوضة لوحدك بعيد عن جون ومايكل. ولأن ده كان قرار صعب جدا بالنسبة لهم، جون ومايكل حاولوا يهدوا باباهم علشان يحاولوا يرجعوه في العقاب، بس برضه ما بيسمع لهمش وبيفضل مصمم على قراره. وبعدها جورج وهو خارج بيتكعبل في الكلبة نانا، وبيقعوا هما الاتنين على الأرض. بس المفاجأة بقى إن أولاده بدل ما يطمنوا عليه سابوه راحوا يطمنوا على الكلبة نانا. فجورج وقتها بيتعصب جدا وبيقرر يعاقب الكلبة نانا، وبياخدها وبيربطها بره البيت. وبعد اللي حصل ده ماري بتروح لهم وبتنيم كل واحد على سريره. ووقتها مايكل بيفتكر مكان زراير القميص وبيديها لمامته ماري. ولما ماري نيمت أولادها راحت علشان تطمن على ويندي، بس لما جت تقفل الشباك ويندي وقفتها وقالت لها ما تعملش كده. فسألتها إيه السبب، فويندي عرفتها إن لو الشباك مفتوح بيتر مان هيجيلها. فماري سألتها قالت لها إيه السبب اللي هيخليه يجي هنا. فويندي عرفتها إن هو لما جه امبارح نسي الظل بتاعه، وأكيد النهاردة هيجي علشان ياخده. فماري لما بتسمع الكلام ده ما بيكونش فارق معاها ولا مهتمة أصلا، وكانت مفكرة إن ويندي بتتخيل مش أكتر. وبعد لما ماري اطمنت على أولادها خرجت هي وجورج. ولما كانوا ماشيين في الطريق ماري حكت لجورج عن كلام ويندي، فجورج قال لها إن دول أطفال وفي السن ده بيبقى خيالهم واسع وبيتهيأ لهم حاجات. ولما الليل جه فعلا بيتر مان بيظهر فوق بيت ويندي، وساعتها بقى بيدخل البيت من الشباك وبيكون معاه كمان جنية صغيرة اسمها تنة. وبيفضلوا هما الاتنين يدوروا بكل هدوء على الظل بتاعه علشان ياخدوه ويمشوا. وبعد شوية تدوير تنة بتسمع صوت خرواشة طالعة من الدرج، وبيطلع إن الصوت ده هو ظل بيتر بان. وأول ما بيتر بيفتح الدرج بيخرج منه الظل، بس تنة من غير قصد بتدخل هي الدرج وبيتقفل عليها بالغلط. وساعتها بقى بيتر مان كان عمال يجري ورا الظل بتاعه في البيت كله علشان يحاول يمسكه، بس أثناء ما كان بيطارده الظل خبط في حاجات كتير وعمل دوشة. وساعتها بقى ويندي بتصحى من النوم وأول ما بتشوف بيتر مان بتفرح جدا. ولما بيتر بيحكي لها عن مشكلته ويندي بتقوله إنها هتساعده وهتحاول ترجع له ظله مرة تانية. وفي نفس الوقت ده تنة كانت لسه محبوسة، ولما سمعت كلام ويندي مع بيتر كانت غيرانة جدا لأن أصلا تنة بتحب بيتر. وبعد ما بيتر بيقول لويندي إنه بيحب كل يوم يجيلهم علشان يسمع القصص اللي بتحكيها لإخواتها عنه، وعرفها كمان إنه بيروح يحكي القصص بتاعتها للأطفال اللي عنده. فويندي بتقوله بكل حزن إن باباها عاقبها ومن النهاردة هتنام في أوضة لوحدها ومش هتعرف تحكي قصص تاني لإخواتها الصغيرين. فساعتها بقى بيتر بيقترح على ويندي إنها تروح معاه لأرض الأحلام، بس في البداية ويندي رفضت علشان مامتها ما تزعلش.
فبيتر بيحاول يقنعها وبيقول لها إنها هتيجي معاه علشان تشوف الأطفال اللي هناك وكمان علشان تهتم بيهم، ولأن بيتر كان مصر ويندي بتوافق. وفي نفس اللحظة دي تانا طلعت بسرعة من الدرج وراحت شدت ويندي من شعرها لأنها كانت متضايقة منها جدا. وطبعا لأن صوتهم كان عالي إخوات ويندي الصغيرين صحيوا من النوم، وساعتها بقى ويندي قررت تاخدهم معاها لأرض الأحلام. وبيتر علشان يبدأوا رحلتهم رش عليهم كلهم الغبار السحري علشان يقدروا يطيروا معاه. وبعدها وهم في الطريق بيتر ورى ويندي النجمة اللي فيها أرض الأحلام، وويندي واخواتها كانوا مبسوطين جدا وفرحانين باللي هم بيعملوه. وبعدها وهم طايرين بيتر بيوريهم مركب الكابتن هوك، والمركب دي كان عليها فريق الكابتن هوك، ومن الفريق ده المساعد بتاعه سميع. وساعتها البحارة اللي على المركب قالوا لسميع إنه يقنع الكابتن هوك إنهم يمشوا من الجزيرة دي، وكان هدفهم من كده إنهم يرجعوا للبحر تاني ويمارسوا شغلهم الطبيعي كقراصنة. وعلى الجانب الآخر الكابتن هوك كان فاتح الخريطة وعمال يدور فيها على أرض الأحلام لأنه كان عايز يوصل لبيتر بان. ولما دور كتير وبرضه معرفش، الكابتن هوك قرر يخطف الأميرة ليلى بنت الهنود الحمر، وكان بيقول إن الأميرة دي هي الوحيدة اللي هتوصلنا لبيتر بان. ولما سميع بيعترض وبيحاول يغير رأي الكابتن هوك، الكابتن هوك بيتعصب وبيقول له إنه مش هيسيب بيتر مان لأنه عايز ينتقم منه علشان هو اللي قطع إيده زمان. ولما سميع سأل الكابتن عن حكاية إيده، الكابتن هوك عرفه إن بيتر مان خلى التمساح ياكل إيده، ومن يومها بقى التمساح بيطارده في البحر كله وعايز ياكله لأن اللحمة عجبته. وبعدها بشوية الكابتن هوك عرف إن التمساح عرف مكانه وبقى قريب جدا منه، فساعتها بقى كان مرعوب وطلب من سميع إنه يحاول يمشيه بأي شكل. وفعلا سميع عمل كده وراح علشان يمشي التمساح، بس في الوقت ده واحد من بحارة الكابتن هوك فضل ينادي بصوت عالي وقال لهم إن بيتر مان ظهر. ولما الكابتن هوك بيبص بالمنظار بتاعه فعلا بيلاقي بيتر بان وبيكون طاير هو وويندي واخواتها. وعلى طول وقتها الكابتن هوك أمر البحارة بتوعه إنهم يضربوا بيتر مان بالمدفعية، بس كل الطلقات اللي ضربوها مفيش ولا واحدة جت فيهم. بس برضه الكابتن هوك قرر ما يسيبش بيتر مان، وبيتر مان اتعصب جدا من الكابتن هوك وقال لتنا تاخد ويندي واخواتها وتوديهم على الجزيرة لحد ما هو يخلص معركته مع هوك. وفعلا بعدها تنا بتطير بسرعة وبتاخد ويندي واخواتها معاها، بس ساعتها بقى تنا كانت بتطير بسرعة جدا وكان غرضها من السرعة دي إنها تتوه ويندي، وده طبعا لأنها ما بتحبهاش أصلا، وويندي كمان مش عايزة تروح معاها لأرض الأحلام. وبعدها بشوية تنا وصلت الجزيرة وصحت كل الأطفال وأمرتهم إنهم يقتلوا ويندي وإخواتها وهم طايرين في الجو. وفعلا ساعتها الولاد نفذوا الأمر وفضلوا يحدفوا على ويندي طوب وخشب، بس لحسن الحظ قبل ما ويندي بتقع بيتر مان بيجي على آخر لحظة وبينقذها، وبعدها لما بينزلوا بيطمن عليها. وساعتها بيتر بيروح للأطفال وهو متعصب لأنهم عملوا كده، بس وقتها الأطفال بيقولوا له إن تنا هي اللي أمرتهم يعملوا كده. فبيتر علشان يعاقب تنا قرر ينفيها للأبد، بس ويندي بتتدخل وبتقول لبيتر إنه كفاية ينفيها أسبوع بس. فبيتر بيوافق على قرار ويندي، وبعدها بيقول للأطفال إنهم ياخدوا جون ومايكل ويلعبوا معاهم. وساعتها بياخد هو ويندي علشان يفرجها على حوريات البحر. وبعدها وهم بيلعبوا جون بيلاحظ آثار أقدام الهنود الحمر، فساعتها جون بيجمع الأطفال علشان يدوروا عليهم ويلاقوهم بسرعة. وعلى الجانب الآخر كان مايكل جوه الغابة وفي واحد من الهنود الحمر رمى عليه شبكة صيد وكان عايز يمسكه، وطبعا مايكل ما كانش فاهم حاجة خالص وكان فاكر إنهم بيلعبوا معاه. بس بعدها بشوية جماعة الهنود الحمر ظهروا كلهم ومسكوا كل الأطفال، وبعدها وصلوا لقائد الهنود الحمر. وبنعرف ساعتها إن الأطفال أصلا متعودين يلعبوا معاهم وبيشوفوهم دايما، بس المرة دي زعيم القبيلة كان متعصب جدا ومش عايز يسيب الأطفال لأن بنته ليلى اتخطفت، وكمان بيكون فاكر إن الأطفال هم السبب. بس طبعا الأطفال ما بيكونش ليهم ذنب، واللي خطف الأميرة ليلى هو الكابتن هوب. وعلى الجانب الآخر بيتر كان بيفرج حريات البحر لويندي، بس في الوقت ده بيشوف مركب صغيرة جاية للجزيرة بتاعتهم، وبيكون راكب على المركب دي الكابتن هوك والمساعد بتاعه سميع. ولما بيتر ركز معاهم لقاهم رايحين ناحية الكهف، وكان معاهم الأميرة ليلى بنت الهنود الحمر، وكمان ساعتها التمساح كان ماشي وراهم ومستني الفرصة المناسبة علشان ياكل هوك.
وطبعا لما بيتر شاف اللي بيحصل راح وراهم بسرعة علشان ينقذ الأميرة، بس بيسمع وقتها هوك وهو بيطلب من الأميرة ليلى إنها تدله على مكان بيتر بان، وكمان بيحذرها وبيقول لها إنها لو ما قالتش مكانه فين هيسيبها في الكهف لحد ما تغرق في المية. بس بعدها بيتر مان بيعمل صوت ضخم بره علشان يخوف هوك، وأول ما الكابتن هوك بيخرج علشان يشوف إيه الصوت ده بيتر مان بيستغل الفرصة وبيدخل بسرعة، وأول حاجة بيتر مان عملها قلد صوت الكابتن هوك وقال لسميع ياخد الأميرة ويخرجها بره الكهف. بس لما جه يعمل كده الكابتن هوك شافه وزعق لسميع وقال له يدخل بيها الكهف تاني، ولما الكابتن دخل هو كمان للكهف لقى بيتر جوه، فساعتها اتسحب وحاول يقتل بيتر مان من غير ما يشوفه. بس ويندي على آخر لحظة بتلحق بيتر وبتقول له يخلي باله من الكابتن هوك، فبيتر مان بيطير بسرعة وبيروح يدي المسدس بتاعه لسميع. وطبعا بيتر لأنه كان بيطير بسرعة سميع كان بيضرب في أي مكان وكان هيقتل الكابتن هوك نفسه. وأول ما الطلقات خلصت بيتر مان كان مضطر إنه يبارز الكابتن هوك، ولأن بيتر كان قوي جدا الكابتن هوك ما استحملش وكان هيقع على الصخرة، وكمان التمساح كان مستنيه في المية علشان أول ما يقع ياكله، ولأن الكابتن هوك ما استحملش إنه يفضل متعلق وقع فعلا في المية، وساعتها بقى التمساح حاول ياكله بكل الطرق، بس الكابتن هوك كان بيقاوم وفضل واقف على بقه. وعلى آخر لحظة سميع جاله وعرف إنه ينقذه، وفي نفس الوقت ده بيتر وويندي راحوا علشان ينقذوا الأميرة ليلى. وعلى الجانب الآخر الكابتن هوك لما وصل السفينة بتاعته فضل يتكلم هو وسميع علشان يشوفوا حل مع بيتر بان، فساعتها سميع قال له إن بيتر عاقب تنة وطردها أسبوع من أرض الأحلام، فوقتها الكابتن هوك بيجيله فكرة وبيقرر إنه يستغل تنة لصالحه. وعلى الجانب الآخر بيتر بيرجع الأميرة ليلى لزعيم القبيلة، ولما حكاله الحكاية الزعيم شكره على اللي هو عمله مع بنته، ومش بس كده ده كمان بيعمل حفلة علشان يحتفل برجوع بنته. وويندي وقتها راحت علشان تجمع الأخشاب علشان كانوا بيستخدموها في النار، بس وهي بتعمل كده خدت بالها إن بيتر مش مهتم بيها وكمان كان مركز أكتر مع الأميرة ليلى، فويندي بتتضايق جدا وبتكون زعلانة جدا من اللي هي شايفاه. وعلى الجانب الآخر فعلا الكابتن هوك راح لتانا وكان عمال يتكلم معاها علشان يستغلها، والكابتن هوك قال لتانا إنه خلاص هيمشي بكرة وهيسيب الجزيرة لبيتر. وأول لما جاب سيرة ويندي لقى تانا اتعصبت جدا، فهوك استغل الفرصة واقترح على تانا إنه يساعدها علشان يخلصها من ويندي. ولما تانا وافقت سألها على مكان بيتر بان وقال لها إنه هو ماشي هيخطف ويندي علشانها، وتانا طبعا لأنها ساذجة علمت له على الخريطة وقالت له إن ده مكان بيتر مان. وساعتها بقى الكابتن هوك عرف اللي هو عايزه من تانا، وأول حاجة عملها حبس تانا جوه علبة إزاز علشان ما تخرجش منها. وعلى الجانب الآخر مايكل وجون كانوا عمالين يلعبوا وكمان كانوا بيتعاملوا كأنهم من قبيلة الهنود الحمر، وويندي لما بتدخل عليهم بتتضايق وبتقول لهم إنهم لازم يناموا دلوقتي لأنهم بكرة الصبح هيروحوا لبيتهم. فبيتر ساعتها بيجي لهم وبيقول لويندي إنهم مش هيروحوا للبيت وهيفضلوا معاه على طول، بس ويندي ما كانش عاجبها الكلام ده وراحت جمعت كل الأطفال وقالت لهم إن مكانهم مش هنا. ولما الأطفال بيسمعوا كلام ويندي بيقرروا إنهم يمشوا من هنا وكمان يرجعوا لبيت أهاليهم. وفي نفس اللحظة دي الكابتن هوك وكل رجالته كانوا محاصرين بيت بيتر مان، بس جوه البيت بقى ويندي كانت خلاص قررت إنها تاخد الأطفال وتمشي. فبيتر دخل عليهم ولما سمع الكلام ده اتعصب جدا وقال لويندي لو مشيتي انت والأطفال مش هترجعوا لأرض الأحلام مرة تانية. فويندي برضه ما بتسمعش كلامه وبتاخد كل الأطفال وبتمشي. وللأسف أول ما خرجوا بره طبعا الكابتن هوك كان مستنيهم وخطف كل الأطفال وحطوا صندوق هدية لبيتر في بيته، وبعدها أخدوا الأطفال ومشيوا. ولما هوك وصل للسفينة بتاعته ربط كل الأطفال وقال لهم إنه هيسيبهم عايشين مقابل إنهم يخدموه وينظفوا السفينة كل يوم. وساعتها طبعا كل الأطفال بتوافق، بس ويندي هي الوحيدة اللي كانت رافضة الكلام ده، وكمان طمنت الأطفال وقالت لهم إن أكيد بيتر مان هيجي وينقذهم. ولما هوك بيسمع كلامها بيفضل يضحك وبيقول لويندي إنه ساب الصندوق ده في بيت بيتر وكان كاتب عليه اسمها، وكمان كتب عليه إنه ما يفتحش الصندوق ده غير بعد 6 ساعات، وعرفها إن في قلب الصندوق ده فيه قنبلة وأول لما بيتر يفتحها هيموت. ولما تانا سمعت كلام هوك حاولت تخرج من الصندوق وفعلا كسرت الإزاز وطارت بسرعة علشان تروح تنقذ بيتر بان.
ولما تانا وصلت حاولت تشد منه الصندوق، ولما بيتر شد قصادها للأسف الصندوق انفجر. ولما ويندي وكل الأطفال شافوا الانفجار اللي حصل كانوا مفكرين إنه للأسف خلاص بيتر مات. والكابتن هوك ما اكتفاش لحد كده وقال لويندي ترمي نفسها في المية، ولو ما عملتش كده هيرمي كل الأطفال قدامها. وطبعا لأن ويندي كانت عايزة تنقذ الأطفال قررت ترمي نفسها فعلا. ولحسن الحظ على آخر لحظة بيتر بيظهر وبينقذ ويندي. وبعدها بقى بيتر رجع للسفينة ودخل في معركة هو والكابتن هوك، ولما كانوا عمالين يضربوا ببعض اتخبط الكابتن هوك ومسك في الخشب. فساعتها بيتر استغل الفرصة وراح بسرعة فك كل الأطفال. وبعد شوية محاولات الكابتن هوك عرف يطلع إيده والمعركة رجعت تاني بينه وبين بيتر. وفي نهاية المعركة بيتر بان عرف يضربه وكمان وقعه في المية. وساعتها بقى جت فرصة التمساح وفضل يجري ورا هوك علشان يحاول ياكله. وبعدها بيتر نزل الغبار السحري على السفينة وخلاهم كلهم يطيروا. وأول حاجة عملها رجع ويندي للبيت علشان أهلها ما يقلقوش عليها. وفي اللحظة دي ماري وجورج رجعوا للبيت، ولما بيدخلوا علشان يطمنوا على أولادهم لقوهم فعلا موجودين. ولقوا إن ويندي نايمة عند الشباك. وأول لما بيصحوها ويندي حكت لهم اللي حصل، بس طبعا كالعادة محدش بيصدقها. وعلشان ويندي تثبت لهم كلامها وريتهم سفينة بيتر مان اللي كانت طايرة في السماء. وفعلا أول لما جورج شافها صدق كلامها وقال لويندي إنه هو صغير كان دايما بيشوف السفينة دي طايرة في السماء. وساعتها بقى جورج صالح بنته وقال لها إن العقاب انتهى، ومن بكرة هترجعي تنامي في الأوضة مع أخواتك الصغيرين. وفي النهاية أحب أقول لك لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة، وشكرا ليك على وقتك. سلام.